أحلى شيء بهالسيرم 10 ثواني تمتص البشرة. يعني أنا الحين كني مو حاطة ولا شيء، فالبشرات الجافة تقدرون تحطونه أول شيء، بعدين تحطون فوق الكريم المرطب عادي. معكم توتوريال ناعم. أتوقع آيلاينر مموه من النهاية، يمكن هذا صعب على بعض البنات، راح أسوي أسرع شيء. حق الناس اللي توها تتابعني، أغلب التوتوريالات اللي أسويها بدون تركيب رموش. الكونسيلر اللي قاعد استخدمه تو فيس لونه ناتشورال بيج. العدسة اللي دايما استخدمها وما اغيرها فريش لوك اليومية لون جراي. حق الحواجب احب استخدم قلم شي جلام، هذا صراحة روعة روعة روعة. اعبي الحاجب بس من النهاية، شوفوا من قدام ما ارسمه لان ما عندي مسافة كبيرة، فاذا عبيته يبين الحاجب قامج. يعني في بعض الخطوات ما له داعي اصورها. حطيت لون مطفي هني طرف الحاجب من برا بس بالنهاية. اشتغل على الوان هادية. خذيت لون كنا لون كونتور كذي، بحطه بزاوية العين. اوكي، وادمجه شوي شوي لداخل، وابدي شوي اطلع عليه فوق. قاعد نستخدم لون واحد بنفس الفرشة، راح اوزع اللون داخله كذي وادمجه لي برا. بس انا وايد عندي مهمة هنا نركز. من نفس اللون اللي استخدمته نمشي خط خفيف تحت العين عشان أعرف وين حدود الآيلاينر. أجيب كحل بيج بس نهاية عيني وأطلع برا بس الزاوية، كاهي حدود الآيلاينر. خلاص واضح معي الخط. شايفين هذا الخط الأبيض؟ أنا راح أمشي فوقه وأسكر. أوكي، وأكمل الآيلاينر. أوكي، رسمت بالزاوية. الحين هني بس نوصل الخطوط. شوفوا قاعد طق طقات، يعني مو فعليا آيلاينر. وأرتبه. وايد صعب أحط آيلاينر من كاميرا التليفون. الآيلاينر في لمعة، فلازم أخذ شادو أسود ونطفي الآيلاينر. يعني مفروض يكون مطفي. طبعا أنا الحين ايش بسوي؟ شوفوا قاعد يعني أطلع برا حدود الآيلاينر عشان يبين مموه. أوكي، المرحلة الصعبة نهاية الآيلاينر. طلعوا برا لا تخافون. هذا راح أدمج الحين بأصغر فرشة بالدنيا، وأبدي أدمج هذا بحركة بسيطة، لا تطلعون وايد فوق. شوفوا قاعد أدمج بنفس المكان وأدخله على الآيلاينر. نخفف اللون. بعدها الفرشة الأساسية اللي حطيت فيها أصلا لون الشادو أدمج هذا كله مع بعض. نخفف اللون الأسود والبني ونسحب. مجموعة فرش عندي. هذه الفرشة الفلات، مكان الكحل البيج اللي حطيناه ورسمنا الآيلاينر. شوفوا سوينا سحبة بأي بودرة تحت العين نطفي. نبي شوية نزيد هني الدمج، نطلعه بشكل كذي. اوكي، هني تبون تزيدون الدمج، تحطون بني، تقللونه، تزيدون الأسود، كيفكم. كل واحدة وطريقة عينها. أنا طبعا أول كانت عندي هني تبطينة
قوية الحمد لله راحت. كذي خلصنا الرسمة. تقدرين يعني انك تحطين هني لمعة شفافة، تركبين رموش، تحطين مسكرة، تحطين لون شادو هني تحت عينك، لون شادو ثاني، كحل داخل عينك، كيفكم. وتقدرون تقللون هذه التمويهة. يعني أنا حلو على عيني منثور برا، انتوا تقدرون تخلونها لهني. فهمتوا؟ شاو حطوا المسكرة بضمير. قلت لكم تبون نضيف لمعة ما في مشكلة، تبون تخلونه كذي هادي على ألوان السنة. الحين هذا لون الشادو وايد موضة، اللي هو لا هو بني لا هو رمادي، ما أدري شلون صاير، كنا لون الكونتور. هالسحبة تحت المسكرة مو حلو وايد لأنها راح تدور العين، فحاولوا تحطون يعني مسكرة خفيفة جدا عشان تتم العين مسحوبة. احتاجنا اللي هو ايلاينر مموه بدون تركيب رموش. تبون نضيف لمعة أوريكم نضيف. إذا بنضيف لمعة، بحط لمعة فنتي بيوتي أنا. مع لمعة، طبعا لمعة فنتي بيوتي ما تحتاج مثبت ولا شيء لأن هي أصلا كذي صايرة مخملية، كريمية مخملية.